يا لطيف ويا لطيف يا لطيف ويا لطيف يا لطيف يا لطيف هو الأستاذ على الراسي هو الأستاذ على الراسي هذا عيب هذا عاد وهذا عيب هذا عاد هو الأستاذ في خطر هو الأستاذ شنو رافضين الإدماج شنو رافضين تعاقد شنو رافضين تعاقد شنو رافضين تعاقد إرهابيين لا لا مخربين لا لا مدمرين لا لا شكون حنا أساتذة شكون حنا أساتذة شنو باغيين الإدماج شنو باغيين الإدماج واللي حكمنا مافيا واللي حكمنا مافيا وشعلوا فينا العافية وشعلوا فينا العافية وهي 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 اللي حكمنا مافيا اللي حكمنا مافيا وشعلوا فينا عافية اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية. بجي الحسين أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي. في إطار البرنامج الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد والأطر الدعم، تم تسطير برنامج وطني الذي يدخل فيه يومان إضراب، اليوم الأول والثاني من فبراير، تزامنا كذلك مع المحاكمات السورية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، لا شيء إلا لنضالتهم حول المكاسب أو المطالبة بالمكاسب المشروعة والعادلة في الإدماج في الوظيفة العمومية. نضالية إلى الأمام هنا سلام ونقول له باش يسمعنا الموت ولا المذلة الموت ولا المذلة الله يهدي أبوسك عبوسك والداعي ترفان الله يهدي فيك يا خمسة والله سواد الله يهدي أبوسك عبوسك والداعي ترفان الله يهدي والأستاذات المفروض عليهن التعاقد، لا سبيل إلا للنضال ولا سبيل لنا من أجل تحصين كرامتنا أولا وتحصين وظيفة عمومية قارة إلا النضال. الدولة لا تعطي هدايا أبدا بقدر ما أنها الزحف ثم الزحف على المكاسب ديال أولاد الشعب وأبناء الشعب. سوف تدون بحبر من ذهب وسوف تدون بحبر من دماء الشهيد ودماء الأساتذة التي كسرت جماجمهم وسالت دماؤهم. قلت بأن هذه المعركة التي دامت على ما أظن أن السنة الموسم السابع على التوالي، موسم سابع معركة بطولية كما قلت، سوف يدونها. تحية نضالية من داخل إطالة اتحاد التنسيقية الوطنية للأساتذة والأستاذات المفروض عليهم التعاقد وأطر الدعم كذلك المفروض عليهم التعاقد. الأستاذ عبد المنعم زاكر الأستاذ الثانوي التأهيلي المفروض عليه التعاقد من داخل الإقليم الشكا إتباها. اليوم كان شكل نضالي الأساتذة والأستاذ المفروض أطر الدعم المفروض عليهم التعاقد كرد ميداني على كل الاستفسارات وعلى كل التعسفات الممارسة في حق الأساتذة، لا لشيء إلا لنضالهم على حقهم المشروع في الوظيفة العمومية. هذا المكتسب التاريخي الذي لا طالما حصنه المناضلين والمناضلات والأساتذة والأستاذات، لأنه حق مشروع للأبناء وبنات الشعب. ونحن اليوم كما قلت في شكل نضالي هذا نعلن عن استمرارنا في النضال وعن في استمرارنا في الأشكال النضالية إلى حدود استجابة لمطلبنا العادل والمشروع والإدماج في وظيفة العمومية.
نحن نرفض كل الاتفاقات التي تبرمها النقابات، الاتفاقات التي هي اتفاقات خارج الوظيفة العمومية، وهي اتفاقات تكرس التعاقد وتشرعن التعاقد. إذن ونحن كذلك ندين الوزارة على حرمان أبنائنا وبناتنا التلاميذ والتلميذات عن عدم تسلمهم لنتائجهم، لأن الوزارة وإن الدولة هي المسؤولة الأول والأخير عن هذه الأوضاع المزرية، عن هذه الهشاشة التي تعاني منها المدرسة العمومية. هذا ما كان بكل اختصار. نحيي كذلك الإعلام الحر الذي يغطي بشكل موضوعي الأشكال النضالية المفروض عليهم التعاقد، وتحية لكم.